هلو هلو عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة جايين لكم باختراع جامد جدا جدا جدا. الهريسة وجمالها محدش بيقدر يستغنى عنها. عملناها مع بعض بكل الوصفات والتكات والحركات، وتقدري تخزنيها عندك مش سنة لا سنتين. وهقول لكم ايه الحاجات اللي هتحفظها. والكمية دي عملناها بأقل من نص كيلو فلفل. تابعوا الفيديو للاخر وهيعجبكم. طبعا لو رحنا اشترينا البرطمان ده من بره هنلاقيه بارقام خزعبليه. احنا عملناه في البيت باقل من نص كيلو فلفل. عملنا برطمان ونص، يعتبر اتنين يعني. عايزه تعمليها فلفل اخضر تمام، فلفل احمر، فلفل رومي حار، انتي وذوقك، انتي واللي يعجبك. تعالوا بقى، مش هطول عليكم، وتعالوا نشوفوا عملناها ازاي. هنا اضفنا زيت على الوش علشان يحفظه. لو احنا هنستخدمه هنحطه في التلاجة مش هنفرزه. فانا ده الكم ده بسيط، انا عاملاه بسيط، انا هستخدمه على طول فهحطه في التلاجة عادي. فحطيت زيت على الوش عشان يحفظه الفترة دي. يلا بقى نشوف الطريقة. بصوا، هنمسك الفلفل ده. الفلفل ده انا كنت جايباه بس ما قدرتش اعمله، شيلته فرزته وطلعته عشان هعمله هريسة. شايفين؟ هنمسك العنقود ده وهنبدأ بالمقص، نبدأ نقصه كده الحلقات عشان ما يشطشط لنا ايدينا ويبهدل الدنيا معانا. وهنكمل بقى كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما غسلناه نبدأ بقى نقطعه كده، وهوريكم بعد عشان ما ادورش عليكم الفيديو. هخلص الكمية اللي معايا وهقول لكم هنعمل فيها ايه بعدين. وبكده حبايبي نكون قطعنا الفلفل اللي معانا حلقات. عايزه تعمل ممكن في هريسه بتبقى خضراء وفي هريسه حمراء. انا حابه ان انا اعملها حمراء وحطيت معاها قرنين اخضر كده. وهجيب الكبه عندي وابدا احط فيها الفلفل اللي احنا قطعناه، وبعدين هضيف معاها هضيف معاها كده معلقتين خل كبار كده، وابدا ان انا اضربهم في الكبه. امشوا معايا بالخطوات مظبوطه زي الهريسه اللي بتيجي جاهزه من محلات. هنضربها لما تنعم خالص. نسيت، لا مؤاخذه. بصوا بقى، ده راس تومه اللي انا كنت بفرمها ساعه الكبه باظت شلتها. انتي لو عندك توم فريش تمام، توم ده دي يعتبر راس تومه كامله. هحطها كده معاها وهفرمها برضو، وهوريكم القوام بعد ما تتفرم معايا خالص. وبكده يكون فرمنا مع بعض راس التوم والفلفل، وننزلهم بقى في حله الكميه اللي انتي عايزاها. طبعا بتبقى تحفه الهريسه دي، انا ما بقدرش استغنى عنها. هفضيها كده وهقول لكم ايه الاضافات اللي انا هضيفها عليها. شايفين حبايبي؟ ده كده بعد ما احنا هرسناها في الكبه مع راس التومه. شوفوا ايه اللي هنضيف عليها. امشوا على الخطوات بالظبط زي الجاهزه اللي بنجيبها من بره. نحط الملح، وهنحط الكزبره، وهنحط بابريكا، دول هنضيفهم. وفي مكون بقى ده اللي يحفظها معاكي تقعد اكتر من سنه معاكي. هنحط معلقه سكر كبيره كده علشان الكميه اللي عندي قليله مش كتيره. نحط معلقه السكر وزيت. نبدا نضيف الزيت ونوديها بقى على النار هاديه خالص، على نار هاديه، لان احنا معانا الميه بتاع الخل والميه بتاع الفلفل، والزيت طبعا هينزلوا ميات. هنحطها على نار هاديه ونقلبها لحد ما تتشرب السوائل اللي فيها. وهرجع لكم تاني بعد ما تخلص هوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين السوائل بدأت تنشف ازاي منها؟ شايفين؟ عايزه بس حاجه بسيطه كده على نار هاديه كده، نقلبها ونسيبها لما السوائل دي تبدا تنشف منها كده شويه ونطفي عليها على طول. بس حبيت اوريكم شكلها وهي بتستوي بكل الخطوات بالظبط بتاعتها.
كده حبايبي بعد ما خلاص هو ده اللي احنا عايزين، هي شربت كل السوائل اللي فيها وبقت جوسي كده. هنسيبها تبرد خالص ونرجع نعبيها مع بعض.